السلام عليكم، أهلا أصدقائي، أهلا بيكم في أجمل فراشات الرواية. جايبة لكم الفرشة ديت للشنط. شنط براندات وماركات زي ما انتوا الشنطة دي كام؟ ب 250. ده مستورد جلد طبيعي. دي 200 جنيه مستورد برضه. في شانيل دي 350. دي شانيل؟ 350. في حاجه جوتشي زي كده مستورد، وفي المحلات ب 1700، هنا ب هي 750 الجوتشي بقى. هي اللي مصدرة الترند دلوقتي. في دي وعلى برضه الجروبات برضو، على الجروبات بيقولوها غالية. 850 دي. دي 850. في دي مايكل كورس 750. في جيس 550. الجس دي بكام؟ 550. 550. برضو دي مصدرة الترندات على جيس برضه. في ديور 300 جنيه بس. 300 جنيه. زجوال ب 250. في برغالي زي دي 280. في ستيلا زي دي ب 300. ستيلا خفيفة. ستيلا في ستيلا دي برضه. ايوه، ما بينزل من الستيلا كذا لون وكذا شكل، مقاس كبير وصغير. هنا اهو. الزجوال دي برضه ده مقاس كبير. الزجوان دي من شكل تاني دوت. ده شكل تاني بيكبر ويصغر، يعني بيكبر واحدة اهي. ودي 850. في دي 350 زي جلد طبيعي، استوكات من غير اسم. في برغالي برتوفيه ب 150 جنيه. ما شاء الله. 300 جنيه. في ناس بتحب تفضل الستايل ده. في جيمي شو زي كده افتح لنا طب معلش. 380 عليها عرض. عليها عرض. دي عليها عرض. والمتابعين برضو اللي هيجي برضو من قناتنا برضو يعني اديك الرقم وتحطيه على الصفحه. في ال في دي 350. سلوران دي ترند برضه 750. حلوة قوي. في بوتشي زي دي. والكوتشي برضو حلو اهو. في شانيل مقاس كبير. احنا شفنا من الشانيل مقاس اصغر من دي صح؟ دي مقاس كبير. دي اكبر. في كريستال ديور زي كده. دي ورينا كده كريستال ديور. كريستال ديور كده. افتح لنا كده. في فينج دي. جميلة الفيلم. 850. في شانيل دي 450. شكلها رقيق. في ستيلا المقاس الكبير. احنا شفنا من الستيلا المقاسين الصغيرين، دي المقاس الكبير منها 350 بس. 350 ستيلا. مايكل كورس. مايكل كورس دي ورا لنا كده، تفتح لنا بس من جوه مايكل كورس. هي مخطومه بنفتحها جوه حتى في البطانه 300. مايكل كورس برضه 850. وريها لنا بس معلش اللي انت حطيتها دي، بس وريها لنا من قريب. جميلة. في دي برضه ستوك من غير اسم. جميلة على فكرة. الفرشة دي فيها حاجات كتير قوي. الشانيل دي حاجات جميلة جدا. الشانيل دي 850. 800 800 مستورد. ودي بكام؟ 850. 850. وزي ما انتم شايفين كده العنوان عند إمام عثمان بتاع الأدوات والآلات الهندسية. هناك فندق الأندلس اهوت، واهوت العمارات اللي هي قدامه معروفة. انا حبيت اجيب لكم الشكل عشان تعرفوا المكان فين بالظبط، وايه الاشارة اللي بتدل على المكان. زي ما انتم شايفين كده الاسعار انتوا شفتوها معانا. الاسعار في عنده اسعار متوسطة واسعار عالية. مش كل الشنط سعر واحد. في زي ما انتوا شايفين كده، وفي عنده كروسات برضو ب200، وفي شنط ب250، وفي 350، وفي اكتر. يعني في حد يعني عنده لحد 850. على فكرة الشنط ديت مش بقول كده عشان بصور. لو في المحلات يعني انتوا شايفين الماتيريال قدامكم هتبقى اغلى من كده بكتير. وممكن تفاصلوا معاه برضو، بس مش ممكن ما ينزلش كتير، بس ممكن برضو تفاصلوا معاه وتقولوا احنا متابعين القناة.
جايين من تبع القناة علشان يعمل لكم ديسكاونت للشنط. وكانت صراحة الفرشة دي كانت واقفة عنده ناس كتير، كانت عمالة تشتري الشنط وتسألوا عليها، لأن الفرشة دي من الفروشات المميزة في الرواعي. هي ما بتجيبش غير الشنط الأنواع ديت. وبرضو في كذا حد برضو بيجيب في الرواعي برضو الشنط زي كده برضو. الرواعي على فكرة الرواعي فيه حاجات رخيصة وحاجات غالية. يعني أنا كنت هنزل لكم فيديو الشنط ب100 جنيه و120 أقصى حاجة. فلازم القناة لازم انزل فيها الغالي وانزل فيها الرخيص والمتوسط. يعني لازم تكون القناة متنوعة. ممكن في ناس تستغل الشنط دي، بس الشنط دي زي ما انتم شايفين كده خامتها بتدل على نفسها. اكيد الماتيريال باينة. يعني الحاجة ام 100 جنيه مش زي ام 300 جنيه مش زي ام 400 جنيه. كل حاجة ولها على قد سعرها. والرواية يعني في كل الاسعار المتناول للجميع. يعني اللي مش عاجبه مثلا الفرشة دي ممكن ياخد من 100 جنيه 120 كده يعني. فكل واحد على حسب مقدرته زي ما انتوا شايفين كده. بس طبعا الحاجة الغالية تمنها فيها. يعني ممكن يعني يعني لو كل مثلا لو عنا بالسعر شوية كل ما هناخد اكيد ماتيريال احسن. زي ما انتوا شايفين كده كان عنده جيست وعنده شانيل وعنده انواع تانية كتيرة من الماركات. والشنط برضو اللي متعلقة ديت آه، الشنط السمراء المتعلقة دي ممكن تاخدوها ب250. وكل شنطة برضو على حسب سعرها، او 270 حاجة في الرينج دوت برضو. شنط المدارس برضو تنفع مدارس وتنفع جامعات وتنفع للدروس. لو حد رايح سنتر او كده يتلقي الدروس وكده فهتنفعه. وتنفع برضو رحلات وتنفع مصايف برضو. الواحد يحط فيها متعلقاته الشخصية وتبقى اكبر من الشنط اللي هي شنط اليد. عارفين طبعا الرحلات والمصايف بتتطلب الانسان بياخد حاجات اكتر من مستلزماته الشخصية اللي بنحطها في الشنط اللي هي ديت اليد. حبايبنا لو وصلتوا معايا لحد كده متنسوناش باللايك والاشتراك. وشكرا للناس الجميلة اللي انضمت لقناتي المتواضعة. دي قناتكم طبعا قبل ما تكون قناتي. وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ان انا اقدم المزيد من الفيديوهات. وما تنسوناش باللايك والاشتراك وتشيروا الفيديو لحبايبكم عشان اكبر قدر يشوف الفيديو. وشكرا على تفاعلكم معايا وعلى كومنتاتكم الجميلة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. وان شاء الله يكون قناتنا فيها كل المصداقية. و... واللي انا بشوفه انا على فكرة بقوله بسلبياته وايجابياته. انا ما بزيدش. يعني مثلا صورت الحاجة 100 بقول ب100 ب200 ب200 300 ب50 يعني انا ما زيدش ابدا في الاسعار. لان في ناس انا مش بتكلم على الفيديو ده بيبقى فيها حاجات في مثلا زي سوق الحد او اللي في الوكالة او ما شابه ذلك بيبقى فيه حاجات رخيصة. انا ما بزايدش لان في ناس بتيجي من اماكن بعيدة. فلازم الانسان اللي بيجي دوت من اماكن بعيدة وكده فبيركب وبيتعب في المواصلات. وانتوا عارفين الحر اللي احنا فيه طبعا. ربنا ان شاء الله يرحمنا. فلازم الناس يعني تكون واثقة ان هي تنزل تلاقي الحاجة اللي هي شافتها في الفيديو. فانا حريصة ان انا ما اجيبش الحاجة اللي هي العروض اللي هي بتخلص في يوم ولا اتنين والناس بتنزل ما تلاقيهاش. وممكن مثلا الناس بتعمل عروض عشان شو. انا بحبش كده. انا بحب دايما اصور الحاجة اللي هي موجودة اللي اي حد ينزل يلاقيها بنفس سعرها ونفس الماتيريال ما تتغيرش. فانا ممكن اكون مثلا ما بجيبش عروض يعني قوية لكن بحب اجيب الحاجة اللي فيها مصداقية على اساس الناس مش لعبة معانا ان هي تنزل وما تلاقيش الحاجة. لا، لان انا بحط نفسي مكانهم هزعل طبعا. ومش هيبقى في عندي مصداقية ان انا هتفرج على قناتي تاني لان خلاص الثقة راحت. فطبعا حبايبنا الدنيا مش مستاهلة والله. الدنيا زي ما انتوا شايفينها كده فانية جدا. فربنا يجعلنا من اهل الحق يا رب. على فكرة والله الشنط دي يعني بصراحة يعني اللي هيشتري من الفرشة دي مش خسران. حتى لو هيستغلى شوية فهو مش خسران لان في عنده حاجات كورسات ب200 وفي 250 وفي 350. يعني ما تبصوش مثلا كام شنطة ب850. كل واحد طبعا على قده.
بيشتروا اللي هو ايه يعني على قد ميزانيته، والشنطة ب 850. في ناس مثلا بتحتاجها ممكن تجيب. فيه كانت واحدة عاملة فيديو، كانت جايبة شنطة ماركة غالية واتقشرت، قالت ما يغركمش الماركة دي بألوفات مش عارف ايه، واتقشرت منها الشنطة، وكانت عاملة فيديو عليها. فعلى فكرة عن تجربة الشنط دي، انا كنت بجيب من الماتريات ديت. الشنط دي عن تجربة بتقعد كتير. طبعا كل شنطة مع الوقت، واحنا هنستعمل الشنط دي يوميا، طبعا مع الوقت هتتطرب، يعني هتبعد شوية مع الاستعمال اليومي، لكن مثلا لو محافظين عليها هتفضل زي ما هي.